بما ان بكره شم النسيم، واكيد العاده المصريه من قديم الازل ان في عدد كبير جدا من الناس لازم ياكل فسيخ في اليوم ده. وطبعا مش هنغلط في الفسيخ ولا نقول ان هو عباره عن اسماك اتخزنت لحد ما عفنت، وده علشان جمعيه حقوق الاسماك ما تجيش وتعمل معانا مشاكل. فكل يا سيدي فسيخ براحتك، ولكن ما تجيش تعيط بعد كده. وده لان الفسيخ لما بيتخزن لفترات طويله بتنمو جواه بكتيريا اسمها الكوليستريديوم بوتيولينيوم، والبكتيريا دي بتطلع سم خطير جدا وهو البوتيولينيوم توكسين. والسم ده بقى يا سيدي كيف ومزاجه ان هو يروح عند نهايات الاعصاب الحركيه ويقوم معطلها، وده بيسبب لك رخرخه في العضلات، فتبدا تحس باعراض مختلفه بتبدا في الجسم من فوق وتنزل لتحت. ومن ضمن الاعراض دي هبوط في الجفن وزغلله في العين وازدواج في الرؤيه، يعني حضرتك تبقى شايف الحاجه اتنين. وبعد كده هتحس بتعب عام في كل الجسم، ومن اخطر الاعراض اللي ممكن تظهر عليك صعوبه البلع وصعوبه التنفس، وده لان السم بيعمل شلل في عضلات التنفس، وده ممكن يكون سبب الوفاه. فلو ظهر عليك اي عرض من الاعراض دي في خلال 36 ساعه من بعد ما اكلت الفسيخ، لازم وضروري جدا تتوجه فورا لاقرب مستشفى فيها اسم سموم، وده علشان تاخد المصل المضاد للسم، وهو ده العلاج الوحيد المصرح به في الحالات دي. وعيك في الحالات اللي زي دي هيساوي حياتك او حياة شخص عزيز عليك. وبرضه انا مش عارف انتوا بتاكلوا الفسيخ ده ازاي، ده انا ما بطيقش ريحته يا راجل. كل سنة وانتوا طيبين. سلام.